برئاسة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي أعلن اهتمام بالشباب المصري في كل الأصعدة. ولمناقشة ذلك معنا ويشرفنا اليوم الأستاذ محمد شعبان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحرمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. شو حضرتك إيه وأنت بجوار معالي وزير الشباب والرياضة أثناء افتتاح الأنشطة الحديثة مع حمام السباحة يا فندم؟ طبعا زيارة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دي وزارة يعني بالنسبة لنا زيارة مهمة جدا. وطبعا هو ما زارش المركز مرة واحدة بس، هو زار المركز مرتين. اللي احنا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول في مركز شباب الحرمين حصل تطوير، يعني تطوير كبير جدا وتطوير ضخم في جميع المجالات. طبعا احنا عملنا استثمار الحمام السباحه طبقا للقانون OBT، تمام. ده استثمار بحق الانتفاع لمده 9 سنوات. الاستثمار ده برضو ساعدنا وساعد المركز ان يطلع المركز بمنظر حضاري كويس جدا. حمام السباحه طبعا مش حمام السباحه بس، حمام السباحه بيه ملحقات، بيه كافيتيريا وبيه مطعم وبيه محلات وبيه دور وبيه مبنى وطبعا حمامات تخدم على حمام السباحه. المشروع متكامل، والمشروع طبعا تكلفته ب9 مليون جنيه. طبعا بيعود على المركز برضو بايجار، في ايجار بيخش لنا سنوي، لينا ساعات بنستخدمها كمركز. واحنا برضو حتى لحد دلوقتي احنا منتظرين برضو زياره معالي الوزير ان شاء الله، الزياره الثالثه باذن الله، ان عندنا مشاريع في داخل المركز ما فتحتش. طبعا كنا احنا وزاره الشباب والرياضه عملت لنا ملعب قدم، ومعالي الوزير جه افتتح ملعب السله بنفسه، وهو كان اول حجر اساسي اتحط لحمام السباحه كان من معالي الوزير. طبعا طب ايه الزياره بتعود علينا بايه؟ اول حاجه طبعا عشان معالي الوزير يزور المركز ده طبعا بيبقى فيه مجهود انت عملته، وهو جاي يفتتح المجهود اللي انت عملته، فده تعب مجلس الاداره والاعضاء المركز. فطبعا بيبقى بالنسبه لنا يوم فرحه وسعاده بوجوده، ان بيفتتح مشاريع المركز بيعملها. طبعا احنا الحمد لله برضو حتى في المبنى الاداري طورنا المبنى الاداري، ملعب سله موجود، عندنا معمل كمبيوتر، عندنا كتيريال، عندنا نادي اجتماعي الايام الجايه هنفتحها. لا، في مشاريع عملاقه في المركز موجوده في خلال 3 سنين. طبعا الانجاز اللي هو الحقيقي ان هو الوقت، لان يعني في الفتره دي 95% مركز افتتاحات كتيره. حتى المركز كان فيه من حوالي في المركز 70% من المركز كان الارضيه ترابي، حولنا المركز 100% كل الارضيات لا رخام لا بلاط. حاليا دلوقتي طبعا شغالين في افتتاحات بقى مشاريع جديده. طورنا البوابه الخلفيه للمركز، عملنا بوابه جديده للطوارئ، بنعمل رصفان خارجيه للمركز حتى خارج المركز عشان يعني المظهر الجمالي للمركز من بره يبقى يليق يعني بالمركز والاعضاء اللي فيه. الحمد لله برضه حتى في الانشطه في الاتحادات شغالين كويس جدا في جميع الاتحادات. لا، زياره معالي الوزير تفرق مع وجود المركز، واي مركز موجود في اسكندريه او خارج اسكندريه زيارته بيبقى فيها دعم كبير جدا في الشغل. والحمد لله اللي احنا دلوقتي من المراكز الكبيره على مستوى الجمهوريه، وطبعا الواحد بيفرح بالمجهود اللي هو مجلس الاداره نفذه الحمد لله على ارض الواقع. مديريه الشباب والرياضه الدكتور صفاء الشريف لها دور فعال، حدثنا عن جديه التعاون بينك وبينها يا فندم. طبعا الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه باسكندريه، ان اكتر للشباب. طبعا احنا على مجلس الاداره بتاعنا 90% من الشباب كلنا بنعتبرها للشباب، ان بامانه هي بتساعدنا كتير. ما فيش حاجه طبعا بنقدر نعملها من خلال البنى ولا الحاجات دي الا بموافقه المديريه. فطبعا تسهيل الامر لما انا اقول لحضرتك ان انا بعمل في المركز 90% انشاءات و90% افتتاحات وانشطه جديده، كل ده لازم يكون ليه موافقات. طب رد الموافقات دي بتبقى منين؟ طبعا السرعه في خلال 3 سنين هتلاقي لا في انجاز حقيقي على ارض الواقع. الانجاز الحقيقي ده بيجي من مديريه الشباب والرياضه بالدكتوره صفاء بتوجيهاتها، ان عندنا مثلا الانشاءات والقطاع المالي، اداره المالي والتفتيش المالي، الحاجات دي كلها، والفرع بتاعنا فرع المنتزه، جميع ده بياخد توجيهات من الدكتوره صفاء ان بسرعه الاجراءات. كان في سرعه كبيره وساعدتنا كتير. كمان كانت بتدعمنا بالانشطه، يعني طبعا في انشطه كتير كانت بتدعمنا بيها مبادرات. لا، الدكتور صفاء ليها دور فعال في اسكندريه، واحنا كمجلس اداره مركز شباب الحرمين لو احنا تجربه شبابيه ناجحه الحمم لله على ارض الواقع، ان في انجازات كتير في المركز، ان الناس كلها حتى اللي بيجي يعني بيزوروا المركز يقول لك ده مش مركز، ده نادي، من كتر التطوير اللي فيه وكتر الحدث اللي فيه. لا، اكيد ليه اسباب كتير يعني، وسبب كبير او نقول 75% و70% هو مديريه الشباب والرياضه باسكندريه
اسكندريه وتحت رعايه الدكتوره صفاء. كل تسهيلات الاوراق كلها بتطلع من عندها. طبعا بتيجي تزورنا كتير في المركز، وكانت بتيجي تشوف الحاجات بتتعمل ازاي، وبتدي حتى ملاحظات كويسه وملاحظات جيده، وده اللي ساعدنا الحمد لله اللي احنا نبقى مركز مميز على مستوى اسكندريه وعلى مستوى مصر كمان. طبعا كان عندنا مثلا من ضمن الحاجات برضو كانت عندنا صعب، كان لما جينا مسكنا كان عندنا حوالي 4 اتحادات بس او 3 اتحادات. انا عندي داخل المركز دلوقتي 16 اتحاد. المركز طبعا انديه، في انديه ما عندهاش اصلا 16 اتحاد، فالمركز شباب لما يكون عنده 16 اتحاد نعرف ان في قوه داخل المركز. موافقات الاتحادات دي بتبقى صعبه شويه، كل الموافقات ساعدتنا فيها الدكتوره صفاء. طبعا برضو في الايام الجايه دي بنعمل مبنى معالي الوزير وافق عليه، يعني الوزاره هي اللي هتعمله، والدكتوره صفاء ساعدتنا برضو فيه، وعن طريق النواب كمان ساعدونا فيه. في دور مراكز الشباب في النهوض بالمجتمع. عندنا 21 فريق مقيد في الاتحاد المصري لكرة السلة، عندنا قاعدة من الناشئين والأكاديميات والإعداد والتأهيل حوالي 200 لاعب. عندنا أعداد كويسة. عاملين النهاردة بطولة 3-على-3، بطولة داخلية للمركز للولاد. حتى أولياء الأمور مشاركين معانا بمسابقات ترفيهية، إن إحنا برضو عشان ولي الأمر ما يملش عاملين له مسابقة ترفيهية، ودور مهم وإدارة محترمة بتدعمنا وبتدعم المكان برئاسة الأستاذ محمد شعبان والقائد أحمد مخلوف والكابتن هشام عطية. الناس مش بتأخر علينا في أي حاجة بالنسبة لطلبات لعبة كرة السلة. ابنك بيلعب هنا أو بنتك؟ بقالها 3 سنين هنا. تلعب إيه؟ بتلعب باسكت بول. ومتقدمة الحمد لله؟ الحمد لله. لعبت في بطولات الجمهورية وكده؟ لا لسه جمهورية، بس لعبنا مع نوادي كتير. نادي فيكتوريا كوليدج والسبورتنج والأجيال وفيكتوريا كوليدج، بس لسه يعني ما تبقى اتحاد يعني. بس هنا النادي احنا بقى لنا فيه 3 سنين، نادي ممتاز ومتقدم بصراحة. تلعب ايه هنا يا حبيبي؟ باسكت بقالك قد ايه؟ 7 سنين. وانتي معاكي تاني عيال هنا؟ معايا ابني الكبير بيلعب تايكوندو، وهو حاليا بيتدرب مدرب تايكوندو تمام في نفس النادي. احنا بقالنا بالظبط هنا 12 سنة. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية يا حبيبتي. الحمد لله يعني، والمركز ما شاء الله في تطور دائم، والإدارة ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لهم، جميع مجلس الإدارة كلهم وأستاذ محمد على رأسهم قايمين بالواجب بأقصى مجهود عندهم. ليك بنتك أو ابنك هنا إن شاء الله؟ بنتي وابني الاثنين هنا، بس بنتي بتلعب باسكت وابني بيلعب كرة قدم هنا في المركز. لازم بتوفركم كل حاجة وكده؟ لا المركز ممتاز بصراحة، وفي تطور وفي حاجات كويسة كتير بتحصل. احنا مبسوطين. أنا ساكن في المنظرة هنا من زمان جدا، وكنت وأنا صغير بلعب هنا على فكرة كاراتيه، بس لما شفت المركز بالتطور دوت وبالجمال دوت بصراحة أنا جبت ولادي هنا. ما كنتش متخيل إن هو يبقى بالجمال ده. ايه رايك في مركز شباب الحرمين؟ كابتن رمضان خليل، انا رئيس قطاع كرة القدم في مركز شباب الحرمين. احنا تشرفنا بيكم يعني. احنا عندنا دلوقتي الولاد في المركز، احنا عندنا اساسا في دوري المراكز على مستوى اسكندريه، واحنا داخلين فيه، وان شاء الله احنا برضو ماشيين في المركز تاني دلوقتي. هو مركز شباب الحرمين من بعد الولاية بتاعت المحاسب محمد شعبان المركز اتطور في كل حاجة يعني. في الملاعب اتجددت وبقت ملاعب جديدة، الصالات اتجددت وبقت صالات جديدة، حمام السباحة ما فيش أساسا في أغلب مراكز يمكن على مستوى اسكندرية ما فيش إلا احنا مثلا ومركز تاني هو بس اللي عندهم حمامات سباحة. الميزة اللي خلتك تيجي النادي هنا يا فندم؟ ان احنا جينا هنا سألنا وعرفنا ان هم بيهتموا بالاولاد وبيدخلوهم دوري من غير مقابل مادي، غير انديه كتير قوي بتعمل. ان انا مثلا لو حبيت ابني بيلعب بطريقه كويسه لا بيطلبوا مقابل مادي ان هو يلعب. هنا لا، مختلف عن كده، وبيشوفوا ايه العيوب اللي فيه عايزه تتظبط، بيقول لك مثلا اشتغلي على ابنك في كذا معانا. بيتابعونا بصراحه، مش بيسيبونا كده يعني. جميل جدا، متطور، بيقدم دوريات على مستوى جميل جدا غير المراكز التانية يعني. سعدنا بلقائكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم وحلقه اخرى من برنامج اولاد فغلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.